الله وبركاته. بداية فيديو جديد. اهلا بكم في قناتي، قناة بيتك اجمل مع مروة. الفيديو بتاع النهارده يا بنات مشتريات كده من السوق. نزلت اشتريت شوية خضار، هوريكم انا اشتريت ايه وكمان هعرفكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو حطوا لي لايك واشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وكومنت حلو منك كده شجعوني كده عشان ننزل كل يوم فيديو مع بعضينا. محدش ينسى اللايك يا بنات وما تستهونوش بيه عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. بس كده. فهوريكم هنا كده يا بنات انا اشتريت ايه وكمان هعرفكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. مبدئيا كده اسعار الخضار رفعت، فانا ما اشتريتش حاجات كتيره، انا اشتريت الحاجات اللي لازماني بس. كمان الحاجات اللي كنت مثلا بشتري منها 2 كيلو و3 كيلو، جبت نص الكميه اللي انا كنت بشتريها عشان خاطر كل حاجه بصراحه لقيتها لما نزلت النهارده كل حاجه لقيتها غاليه. فاوريكم انا اشتريت ايه وهعرفكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. جبت هنا كده اول حاجه كده يا بنات جبت كده فلفل اخضر. الفلفل الاخضر كيلو وربع ب15 جنيه. فانا جبت كده كيلو وربع بس. منجيه منه اللي هو الكبير دوت عشان خاطر احط منه على السلطه، وكمان منجيه اللي هو الحجم الصغير دوت عشان خاطر ان شاء الله هعمل محشي. فقلت ايه، باخد منهم كده من شويه من الفلفل على شويه ورق عنب على شويه كرنب، ونعمل شويه محشي كده حلوين. فانا جبت كده كيلو فلفل، كيلو وربع فلفل بس، مشكلاهم يعني كبير مع صغير. ده كده كيلو وربع ب15 جنيه. ده اول حاجه كده جبتها. تاني حاجه كده جبتها يا بنات اللي هي بنجان. جبت كده الكيلو. كيلو بدنجان كان عامل 10 جنيه. هو بصراحة هو البدنجان حلو. فأنا جبت كده كيلو وربع ب10. لا، كيلو ب10. الكيلو الواحد بس ب10 جنيه. فأنا جبت كده كيلو هخليه عندي كده في التلاجة، بينفع بعمل بحط منه، بجلي منه كده في الفطار. بعمل منه كده لو هعمل يوم أكل شعبي فبرضه بينفع. لو عملت كده ايه بدنجان ني في ني او الحاجات اللي هي او مقلي، فهو برضه بينفع لما بيكون عندي في التلاجة بينفع بصراحة. جبت كمان هنا دوت جرجير. بصوا، هو بصوا الخضار في الصيف مش بيكون حلو يعني. الجرجير، الكرات، البقدونس، الحاجات اللي هي ديت ما بتكونش حلوة خالص في الصيف. بتكون صفرة زي ما انتم شايفين كده، فمش بتكون احسن حاجة يعني. طبعا الخضار بتاع الشتا بيكون احلى واحسن بكتير من بتاع الصيف. فانا جبت 3 ربطات كده، التلاتة كانوا عاملين 5، بس قلت مفيش اي مشكلة يعني ناخد وايه وخلاص. جبت كده 3 ربطات بكام ب5 جنيه. جبت كمان هنا الخيار. جبت كيلو ب10 جنيه. بصوا الخيار، انا وقفت على 3 عربيات بيبيعوا خيار يعني. اول واحد قال الكيلو ب15، تاني واحد قال الكيلو ب12، تالت واحد قال ب10. والله العظيم ما في فرق خالص بين اللي هو ب10 وب12 وب15. كل الخيار واحد، بس طبعا كل واحد بيبيع بسعر وبيبيع على كيفه يعني، زي ما هو ايه، على كيفه، على زي ما هو عايز. فانا جبت كيلو من ابو 10، لان بصراحه لقيت ان مفيش فرق يعني. هو الخيار مش كبير قوي يعني ان هو ايه يبقى ان هو مثلا يبقى رخيص يعني وكده. لا، هو الخيار حلو. فجبت من اللي هو ايه ب10 جنيه. جبت كده طماطم، والطماطم كانت سعرها بصراحه غالي. وكمان الست اللي انا اشتريت منها الطماطم جات لي لسه الطماطم سعرها هيعلى تاني، بس الله اعلم هو الكلام ده حقيقي ولا ايه بالظبط، معرفش. بس هي جات لي الطماطم. لما بقولها ليه الطماطم غلت يعني، قالت لي ايوه الطماطم غلت وكمان لسه السعر بتاعها هيعلى تاني. يعني انا جبت كده كيلو ونص لما لقيت الكيلو ب15، فما رضيتش بصراحه ان انا ايه ازود، فجبت كده كيلو ونص بس اخلي عندي كف عندي كده في التلاجة اسبوع يعني للسلطه والحاجات دي. فالكيلو ونص كانوا عاملين 22 جنيه، يعني الكيلو ب15 يعني هما كلهم على بعضهم كده الكيلو ونص ب22 جنيه. فانا بصراحه مشتريتش خضار كتير عشان خاطر الاسعار غاليه يعني وكده. فانا جبت كده ايه حاجه على قدي. جبت كده كمان عنب. بص تقف على عربيه الفاكهه، التفاح ب35، المانجا ب25 بكام ب25 وب35. مش عارفه الخوخ البتاع ده
المشمش بكام، يعني كل حاجة اسعار خيالي يعني. فانا بصراحة ما رضيتش ازود، فانا ما جبتش غير نوع واحد بس من الفاكهة، فهو اللي هو ايه، جبت عنب. جبت العنب 2 كيلو ب50 جنيه. دوت العنب اهو. بس بصراحة العنب جميل، شكله حلو وعجبني، فجبت كده 2 كيلو ب50. بس طبعا لسه الخضار كله ما اتغسلش، يعني انا اول ما جيت من بره قلت ان انا اصور معاكم واعرفكم الاسعار اللي انا اشتريت بيها. وبعد كده طبعا انا بغسل الحاجات دي كلها وبحطها برصها في التلاجة بتكون نظيفة. فالعنب الاحمر هقول الاصفر. العنب الاحمر والاخضر هما سعر واحد، يعني ده ب25 ده ب25. بس فانا بحب العنب الاحمر يعني اكتر. فخليت الراجل اللي انا اشتريت منه خليته حاط لي حته كده ايه, إيه مع الاخضر. هما كده على بعضهم يعني 2 كيلو ب50 جنيه. بس قلت اذا كان هما الاتنين سعر واحد فخلاص. بس انا عندي الاغلبيه بيحب العنب الاخضر، ما بيحبوش العنب الاحمر. فانا جبت حته كده صغيره كده يعني على يدي. بس ده كده الخضار اللي انا اشتريته النهارده بالاسعار. هوريكم كمان اشتريت حاجات تانية، بس هعرفكم كمان الاسعار برضو اللي انا اشتريت بيها. شريت هنا كده يا بنات، اول حاجه جبتها، جبت هنا كده جبنه سايحت ديت. جبنه كده اللي هي جبنتي. الواحده العلبه كانت عامله 30 جنيه، نص كيلو 500 جرام، نص كيلو ب30. فجبت التلات علب كده ب90. بجيبهم بصراحة بينفعوا عندي، بحطهم كده في التلاجة عندي فبينفعوا يعني. حد عايز يعمل سندوتش كده فبينفع، كل حاجة بصراحة في البيت بتنفع. مثلا اولادك مثلا عايزين يعملوا سندوتش، لسه ما خلصتش اكل يعني وكده وجعانين، فكل حاجة بتنفع بصراحة. فانا جبت كده 3 علب. التلات علب ب90 جنيه، الواحدة ب30. جبت هنا كمان رحت عند العطار. بصوا انا لما بنزل يعني بحاول ان انا اجيب اي حاجه مثلا ناقصاني في البيت بروح اشتريها عشان ما اقعدش انزل كل شويه. وكمان الجو حر وكده، فالواحد بصراحه النزول بقى صعب عليه. فانا اول ما بنزل كده بشوف انا عايزه ايه، ببقى عارفه مثلا من قبل ما انزل من البيت ايه اللي لازمني وايه اللي ناقصني يعني، واروح جايباه معايا بالمره عشان خاطر ما اقعدش رايح جاي كل شويه. آه، جبت هنا كده لما رحت عند العطار جبت ب10 كمون، ب10 كزبرة. بس الكزبرة بصوا مليانة جش وحاجات كده، عايزة يعني ايه الواحد يحطها كده في طبق ويقعد ينقيها لحد ما ما تطلع يعني. جبت هنا كده ذرة فشار، جبت ربع كيلو ب13 جنيه. ولا كنت بجيبه الذرة الفشار كنت بجيبه الربع كيلو ب5 جنيه، دلوقتي جبته ب13. يلا جبت كمان بصوا، لما جبت الذرة الفشار رحت قلت ايه فيها توابل، بالتوابل بتتحط للفشار عند العطار، فقلت له عايزة ب5 جنيه. فهو قال لي في بالجبنة وفي كان بالليمون والخل وفي بالفراخ حاجات كده كتير. رحت قلت له لا اديني التوابل اللي هي بطعم الجبنة اللي هي جبت ب5 جنيه، دول كده ب5 جنيه. فانا قلت بصراحة اجربها، انا اول مرة في حياتي ان انا اشتريها، بس كنت عند اختي يعني وعملت لنا فشار وراحت حطت التوابل دي عليها، بصراحه كانت مخليه الفشار طعمه حلو عجبني. فقلت خلاص لما اروح عند العطار هجيب واجرب، لو عجبت ادهم يعني هبقى اشتري منها على طول. بصوا هنا جبت كده بتاع ده فول تدميس، طبعا دوت معايا على طول كل شهر لازم اجيبه. جبت كده يا بنات 3 كيلو فول للتدميس، بدمس منهم يعني وكده بيكفوا معايا الشهر كله. طبعا لو عوزت مثلا نص كيلو ولا حاجه بجيبه، ما عوزتش فهو بيكفي يعني. فجبت هنا كده ديت فوله بلدي. انا جربت قبل كده الفول في نوع فول تاني بس رفيعه كده خالص ولونها احمر يعني داكن كده، او بني يعني مش احمر، لونها بني كده داكن. جبتها يعني هي كانت ارخص من الفول البلدي، فجبتها قبل كده وجربتها ما عجبتنيش بصراحه. المهم في كمان عندنا واحد بيبيع هنا جنبنا كده جنب البيت بيبيع فول، فبرضو جبت منه
بيبيع الكيلو ب30 جنيه. هو بيقول ان هي فولة بلدي بس هي بصراحة صغيرة، لكن الفولة ديت حلوة. بصوا الواحدة الحباية نفسها كبيرة كده، وشوفوا نظيفة كده ولونها فاتح. دي كده الفولة البلد النظيفة بصراحة. الكيلو منها عامل 40 جنيه دي. فحتى انا بقول للراجل او العطار اللي انا اشتريت منه النهارده، ده انا بجيبها من عندنا من جنبنا يعني وكده ب30. انا قال لي لا اكيد يعني مش فولة بلدي، فالله اعلم. بس هي الحبايه بصراحه بتاعتها اصغر من دي بكتير يعني. دي حلوه وديكي مليانه كمان جش وكده يعني. لكن دي بصوا نظيفه كده، بصوا ما فيهاش اتهاون يعني. بصوا ما شاء الله. بس فانا جبت منه، هي نعم 10 جنيه، بس طبعا ده انضف. فانا جبت منها وجبت 3 كيلو ب120 جنيه. دي يا بنات كل المشتريات بتاع النهارده. اتمنى الفيديو بتاع النهارده كده ينول اعجابكم، وكمان تكونوا استفدتوا منه. ومحدش ينسى اللايك وكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.